السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. أول حاجة كعادتنا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يلا نبدأ المشكلة اللي جايالي. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت متجوزة بقالي 4 سنين. مشكلتي إن جوزي بخيل لدرجة إني مش قادرة أوصف لك إزاي حياتنا بقت جحيم بسبب البخل ده. انا اتجوزته عن حب، من اول ما اتقدم ليا كنت عارفة ان ظروفه المادية على قده، وقلت عادي المهم نعيش بالحلال والفلوس بتتجاب. كنت فاكرة ان مع بعض ممكن نعمل حياة بسيطة بس فيها راحة ودفى، لكن للأسف اتصدمت بعد الجواز. اللي كنت معتبراه حريص طلع بخيل. أول موقف كشف لي الموضوع حصل بعد أسبوع من الجواز. كنت لسه عروسة وفرحانة، قلت له تعالى نخرج نتعشى برا. قام بصلي بحدة وقال احنا لسه متجوزين، ايه لزوم الصرف الفاضي ده؟ نطبخ في البيت أوفر. اتفهمت ساعتها وقلت عادي، يمكن بيحسبها. بس بعدها الموقف اتكرر وبقيت أحس إني ممنوعة من أي رفاهية صغيرة. جوزي بيحاسبني على كل حاجة، الفلوس في إيده هو، ولو احتجت أشتري أي حاجة للبيت أو للبنت لازم أستأذن وأبرر. يعني مثلا لو رجعت بالفاتورة وهو لقي نوع الرز أغلى بجنيه يقعد يهاجمني، هو انتي مش بتشوفي مفيش نوع أرخص؟ لو جبت خضار زيادة يقول لي هيترمي وهتضيعي فلوسنا. حتى في حاجات صغيرة بتكشف لي بخله. مرة كنت محتاجة كريم للجلد عشان بشرتي نشفت جدا، لقيته بيقول لي مش لازم دلوقتي، استحمل شوية، دي كماليات. كريم للبشرة كماليات. في مرة تانية طلبت منه يجيب لي شبشب جديد عشان القديم اتقطع، قال لي لا لسه، يمشي شوية، ليه نصرف فلوس على حاجة زي دي؟ الموضوع بقى أصعب مع بنتنا، هي طفلة وطلباتها بريئة جدا، زي لعبة صغيرة أو تورتة عيد ميلاد. في عيد ميلادها التاني كنت عايزة أجيب لها تورتة بسيطة وبالونات نفرحها، قال لي إيه الهبل ده؟ العيال ما بيفهموش في الكلام الفاضي ده. ولما أصريت وعملت حاجة من جيبي زعل مني جدا وقال لي انت ما بتحترميش قراري. انت عايزة تظهري قدام اهلك اننا بنصرف، وانا مش هسيبك تضيعيني. بدل ما نفرح اليوم اتحول لخناقة. حتى لما بروح لاهلي يبقى متابعني، اديتهم فلوس جبت لهم حاجة. انا ساعات اجيب هدية بسيطة او حلويات وانا رايحة من جيبي ومن فلوس شغلي زي اي بنت، بس هو بيعتبر دوه تبذير. يقعد يقول لي انت ناوية تضيعي فلوسنا على اهلك. ساعات احس اني مش متجوز يا راجل، احس اني عايشة مع محاسب بيقيد كل نفس وكل قرش. الموضوع وصل انه بقي بيفتش ورايا. مرة لقي فاتورة في شنطتي المشوار انا عملته وما كنتش قايلاله عليه، مساكني زي المجرمة وقال لي انت بتخبي عليا ليه؟ انا انهارت ساعتها وقلت له انت شايفني حرامية ولا مراتك؟ انا ما بطلبش منه حاجة فوق طاقته، انا عارفة امكانياته، بس في فرق كبير بين اننا نعيش على قدنا وبين اننا نتحرم من كل حاجة. ساعات بحس انه بيستمتع انه يحرمني مش انه بيوفر. حتى الحب اتأثر، بقيت ساعات ابصله واقول هو ازاي قلبه جامد يسيبني محتاجة ويطنش. الاصعب من ده كله ان بنتي بدأت تحس. مرة طلبت لعبة من باباها، رفض بعصبية وقال لها العبي باللي عندك. البنت قعدت تعيط وانا قلبي اتقطع. انا مش عايزة بنتي تكبر في جو حرمان وبخل وتتعقد من الفلوس. انا دلوقتي في حيرة كبيرة، لو استسلمت هعيش طول عمري مقهورة ومحرومة، ولو واجهته ممكن البيت يتخرب. انا محتاجة حل، محتاجة افهم ازاي اتعامل مع جوزي من غير ما اتهان عشان كل جنيه. سؤالي ليك يا عبد الرحمن، ايه الصح اللي انا اعمله؟ استحمل واقول دي طبيعته وهتفضل كده عشان البيت ما يتخربش، ولا اواجهه واحط حدود وافهمه ان الفلوس دي وسيلة نعيش بيها مش سلاح يذلني بيه كل يوم؟
بصي، انا عايز اقولك ان للاسف الشديد دي مشكلة بيعاني منها يعني بنات وستات كتير جدا، الا وهي ان بعد الجواز تكتشف ان جوزها بخيل، وانه للاسف الشديد ما بيصرفش، وللاسف الشديد شخص يعني حتى الكماليات او الحاجات المهمة برضه يقولك دي حاجات بسيطة ودي حاجات كماليات وملهاش لازمة. انا عايز اقولك انت حاولي انك تتكلمي معاه كتير، حاولي تقولي له ان كده صعب الحياة معاك، وحاولي انك تقنعيه ان ما ينفعش كده، حاولي تقنعيه ان ما ينفعش الحياة تمر كده، حاولي تقنعيه ان الفلوس دي طول ما هي موجودة معانا يبقى نصرف، ويعني طول ما احنا ما بنعملش حاجة تغضب ربنا يبقى نصرف ونعيش حياتنا يعني متوسط، يعني نصرف متوسط، لا نصرف قليل خالص ولا نصرف كتير خالص نوصل لمرحلة التبذير، نصرف يعني في حال التوسط، خير الأمور الوسط. عرفيه ان المفروض نصرف بتوسط، وان نجيب يعني الحاجات اللي تسعدنا ونعمل الحاجات اللي احنا بنحبها طول ما احنا ما بنغضبش ربنا وما بنعملش حاجة يعني غلط. فانت حاولي تفهميه، وحاولي يعني تكلمي معاه كتير. لو الكلام ده ما جابش نتيجة، القرار ده يرجع لك، اذا كنت انت ناوية هتستحملي وتكملي معاه، ولا انت حاسة ان الحياة تبقى صعبة وهتفكري في انك تنفصلي او تتطلقي. نجاوب بقى على الاسئلة اللي انت بتقوليها. ايه الصح اللي انا اعمله؟ انا قلت لك طبعا الصح انك حاولي تناقشي معاه كتير وكلميه، وحاولي تقولي له ان كده الحياة تبقى صعبة ما بيننا وده غلط اللي انت بتعمله. استحمل واقول دي طبيعته وهتفضل كده عشان البيت ما يتخربش، ولا اواجهه واحط حدود وافهمه ان الفلوس دي وسيلة نعيش بيها مش سلاح يذلني بيه كل يوم؟ الموضوع ده يرجع لك. لو انت هتقدري تستحملي وعايزة تعيشي، واي حاجة هو هيبخل عليكي بيها، انت مثلا هتقدري تصرفيها من جيبك ومن شغلك وهتقدري تستحملي، خلاص ده قرار يرجع لك، يبقى خلاص كملي معاه وخلاص تمام. لكن لو انت مش هتقدري تكملي معاه واستحالة الحياة والدنيا صعبة، يبقى لازم تقولي له وتعرفيه احنا كده، انا كده مش هينفع اكمل معاك، يا اما تصرف بالمعقول ونمشي متوسط وتصرف احسن من الاول، يا اما كده استحالة الحياة ما بيننا. فانت حاولي انك تحلي المشكلة بهدوء، حاولي تقنعيه، حاولي تتكلم معاه كتير، حاولي مثلا تتكلم معاه كتير، حاولي مثلا لو تكلمي اهلك عشان اهلك مثلا يحاولوا يقنعوه، حاولي يعني تحلي المشكلة بدون ما تعملي اي مشاكل كبيرة. اتمنى اني اكون افدتك، وعايز اشوف رأي المتابعين والمشاهدين في التعليقات. البنات، لو انت اتجوزتي واحد بخيل هتعملي ايه؟ هتتحملي بخله وهتكملي معاه، ولا هتتطلقي؟ إيه وازاي تتعاملي معاه لو انت هتكملي معاه؟ وهل هتفكري في الطلاق ولا ممكن تتحملي؟ اتمنى ان يعني تشاركونا برأيكم، ونشوفكم بحلقة جديدة، والى اللقاء.